تكلمينيش. انا بعد العمر ده كله تهزق، كنت ماشيه في الشارع تحت بيتي شايله شموسه، وقفتني بنت كده في اعدادي تقريبا، قالت لي طنط. اتخضيت، كتمت نفسي. طنط مين يا ام طنط؟ ده انت اللي بعدين قلت لها يا بنت سيكا اهو. ايوه ايه كنت عايزه اقول ايه كده، بس قلت بنت سيكا اهو، انت هتتخانقي مع بنت صغننه؟ ينفعش. فقلت ايه عديها. وبعدين من قبل شموسه بصراحه كان اوقات كده ناس بتعدي تقول لي طنط من البنات الصغيره، عديها عادي. فقامت بعد كده وصلت لقيت لي هو مش انت؟ ايوه ايه انت بتقولي ايه؟ ايوه صح زعقي معايا. قامت قالت لي ايه بقى؟ هو مش انت طنط ام شمس؟ انا طنط ام شمس ليه؟ انا البنت شاشه، انتوا نسيتوني. انا مش عارفه اتخيل ولا اصدق حقيقه تانية غير ان انا بنت شاشه ليه؟ هو انا امتى كبرت كده؟ هو انا امتى بقيت نمبر 2 في حياه ناس كتير قوي؟ انا طول عمري كنت نمبر 1. حتى في حياه ابويا وامي كانوا بيفتحوا لي باب الشقه يجروا عليا مستنيني يحضنوني يبوسوني. انا مش هي. ليه بقيت الناس بتدخل تسالني تقولي شموسه عامله ايه؟ ما بقاش فيه ازيك عامله ايه خلاص. وبصراحه انا مخي لسه مش مستوعب ان انت هتاخدي عيديه في العيد ولا مش هاخد وكمان هدفع عيديه. مش متخيله ان بابا يديني فلوس عشان اجيب لك انت هدوم. ما عنديش هدوم معايا. بابا بتاعك انت مش بابا بتاعي انا. بابا بتاعي انا بطل يديني فلوس عيد من زمان قوي. بابا بتاعك انت اللي هو جوزي الرجل الذي احببته ايوه بيديني فلوس عشان اجيب لك انت لبس العيد. هو قال ليش خدي هاتي لنفسك لبس عيد حسن نعم الوكيل. انا دلوقتي عندي مشاعري كلها متلخبطه. انا فرحانه ان كل الناس مهتمه بحته مني، بنوتي حبيبتي ربنا يخليها لي ويبارك لي فيها يا رب. بس انا اتنسيت ليه؟ فاكرين الوش ده ولا مش فاكرين؟ بصوني كويس، الوش ده ياما عمل لكم حاجات حلوه، اسالوا عليه. انا لسه مش عارفه اقتنع ان انا بجد كبرت. هو كل ده حصل امتى؟ انا لسه فاكره ان رمضان اللي فات كنت ببقى نايمه لحد الفطار، اصحى الاقي امي عامله الفطار كله. انا امتى كبرت؟ للحظه كده قعدت قلت بيتس انت بقالك 5 سنين متجوزه بيتس، في ايه الاوفر ده؟ بس والله العظيم مشاعري مش عارفه ليه بتعمل كده هرمونات ولا ايه؟ انا بجد امتى كبرت كده؟ امتى بقيت انا اللي بفكر اعمل ايه في الفطار؟ انا لسه فاكره بابا وهو بياخدنا من ايدينا كده يودينا الملاهي عشان نلعب. انا امتى بقيت انا اللي باخد الملاهي والعبهم وانا ابدا اتفرج عليهم؟ لا برغم ان الوقت عدى بسرعه جدا جدا بجد والله العمر لحظه، بس انا مستمتعه جدا بكل مرحله انا بعيشها، مستمتعه جدا. واحب اقول يا شموسه الناس دي كلها بتحبك عشان انا بحبك، عشان هما بيحبوني برضو. بيحبوني فبيحبوكي. ست مننا لازم من وقت للتاني كده تصبر نفسها بكلمتين حلوين عشان خاطر ما تتجننش، تقدر تستمر في حياتها. شكرا.